في البداية خلينا أهنيك إن أنت دلوقتي في الصيد الكويس في اليوتيوب. كان عندك أوبشن إنك تروح تتفرج على فيديوهات مستر بيست، كان عندك أوبشن إنك تروح تتفرج على فيديوهات تحديات ومقالب عبيطة، بس أنت فعلا اخترت إنك تتفرج على فيديو هيفيدك. ماشي. وأنت لو هتخلص الفيديو ده كله فأنت غالبا عندك attention span أحسن من 99.999% من الناس اللي عايشين معانا دلوقتي. ماشي. فأهلا بيك يعني في الفيديو. طبعا واضح احنا هنتكلم عن ايه النهارده، بس قبل ما ادخل في التفاصيل خليني اقول لك انا اصلا عرفت الموضوع ده ازاي والحاجات دي كلها عرفتها ازاي. في 2023 تمام او اخر 2022 الموضوع ده بدأ، ما كانش مشهور قوي زي دلوقتي بس الناس بدأت تستوعبه اكتر. كان في بقى ناس بتقعد تتكلم عن مشكلة البلاستيك اللي موجود في الكوكب ومش عارف ايه. هما طبعا دول اغلبهم ناس مهتمين بحوار البيئة اكتر، مش همهم صحة الرجالة ولا همهم البشرية هتعرف تكمل ولا لأ بسبب البلاستيك الموجود، همهم بس الضفادع اللي في المحيط والسلاحف ومش عارف ايه. طبعا انا مش بقول ان دي حاجة وحشة بس انت فاهم يعني. المهم فبدأ فعلا الناس تظهر تتكلم على مشكلة ان البلاستيك اللي موجود في الكوكب دلوقتي، بالذات ان في حاجة الناس متعرفهاش، انت حتى لو ما بتستخدمش بلاستيك اصلا في حياتك اليومية، البلاستيك موجود في الجو حرفيا. لان البلاستيك بيتحرق، بالذات لو انت في دولة عالم تالت فالبلاستيك حرفيا بيتحرق فاهمني، والاير كواليتي اصلا مش احسن حاجة وكده. فكده كده اصلا البلاستيك هيدخل جسمك. وعملوا دراسة اصلا على ناس اللي هم الانديجينوس بيبل اللي عايشين في قبائل لحد دلوقتي وعايشين في غابات الامازون ومش عارف ايه، لقوا لسه جسمهم فيه بلاستيك مع انهم اصلا ما بيتعرضوش مش بيستخدموه اصلا. انما المية اللي بيشربوها من الانهار وكده فيها بلاستيك، الهواء اللي بيتنفسوه بيدخل لهم مايكرو بلاستكس منه. فالموضوع كبير يعني. الناس بدأت تتكلم بقى ان الحاجات دي كلها، البلاستكس كلها بشكل عام فيها مواد بتقلل التستوستيرون، بتقلله بشكل غريب شوية. وطبعا في دراسات كتير اتعملت على الموضوع ده، ان التستوستيرون كان في كل جيل بيقل عن التاني. يعني انت لو رحت تتكلم مثلا الجيل بتاع جدك وتعمل عليهم دراسات وكده، هتلاقي لو واحد منهم عنده 50 سنة، التستوستيرون بتاعه بيبقى حرفيا بنفس الليفل اللي الشخص عنده 20 سنة موجود بيه دلوقتي. انت متخيل المصيبة؟ فانت حرفيا بتتقارن براجل عجوز، راجل عجوز اللي هو خلاص عفى عليه الزمن، انت بتتقارن بيه دلوقتي في ليفل الذكورة بتاعك. يعني انت متخيل المصيبة اللي احنا فيها؟ بس بغض النظر، الناس بدأت تتكلم اكتر ومش عارف ايه، حتى لدرجة ان اللبس اللي انت لابسه حرفيا ممكن يقلل التستوستيرون بشكل معين. هدخل في الموضوع ده اكتر دلوقتي. بس انت متخيل يعني كل حاجه حواليك دلوقتي لدرجه اللبس، لدرجه الكرسي اللي انت قاعد عليه، لدرجه الهواء اللي بتتنفسه، ايه تاني، البرفيوم اللي انت بتحطه وانت طالع من البيت. كل الحاجات دي اندوكراين ديستربتور، وكل الحاجات دي مثبته فعلا انها بتقلل ليفل التست. تمام. بتقلله جدا. فانت حرفيا ليفلك يعتبر نص الراجل زمان فاهمني. ده غير بقى الاتريزين اللي بيترش على الفواكه والخضار عشان البيستيسايدز والانسكتيسايدز والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي كمان بتأثر على الهرمونات. ده غير ان فيها فوريفر كيميكالز ومش عارف ايه. الحاجات دي كلها فعلا بتأثر على الاندوكراين سيستم بتاع الرجالة، لدرجة ان دلوقتي يعني حتى الرجالة دلوقتي بدأوا يعملوا فيتشرز معينة في جسمهم او بدأوا يطوروا فيتشرز في جسمهم مشابهة للستات اكتر. يعني انت متخيل؟ بدأ في مشكلة يعني. انت نادرا لما تلاقي حد ما عندوش المشكلة دي، اللي هي موضوع التثدي وكده، اللي هي جاي ني ثانية، الجاينيكوماستيا. تمام. دي مشكلة هتلاقيها عند تقريبا، انا اتوقع فوق النص من البوبيوليشن بتاع الشباب دلوقتي عنده المشكلة دي. تمام. ده غير بقى الفيتشرز الأنوثية أكتر، زي مثلا حجم الجمجمة، شكل العظم في الجسم ومش عارف ايه. احنا حرفيا مع الوقت بنتطور ان احنا بنبقى ستات فاهمني. فاحنا حرفيا يعني انا مش فاهم الموضوع ده هيتحل ازاي. واصلا يعني لو جينا نفكر هنلاقي ان دي فعلا الطريقه اللي ممكن فعلا population البشر يقل. وموضوع المليار الذهبي ومش عارف الكونسبيرسي ثيوريز بتاعت الناس اللي بتتعمل دلوقتي، هي ممكن تعمل كده حرفيا لان البوبيوليشن هيقل. لو الرجاله مش عارفه تخلف
تمام، لان مفيش تستوستيرون كويس، والتستوستيرون كل ما يقل كل ما السبرم كاونت يقل. انت حرفيا دي المشكله اللي هتواجهها، البوبيوليشن هينتهي، هننقرض حرفيا. تمام، خلينا نخش في الموضوع. طبعا الليفلز العاديه دلوقتي، او اللي بيقول لك الافريج، يعني انت لو رحت الدكتور دلوقتي تحلل ومش عارف ايه، هيقول لك الافريج من 250 او 300 لحد 500 نانو جرام لكل ديسيليتر. طبعا في صيغ مختلفه بيتكتب بيها الليفلز، فانت لازم تحولها من نفسك يعني على حسب، بس انا عارفها بالنانو جرام لكل ديسيليتر يعني. وانت لما تروح تحلل في كذا حاجه تحللها، اس اتش، بي جي. ده طبعا هو في فرق يعني، هقول لك بس دلوقتي في حاجه اسمها التوتال تيست، وفي حاجه اسمها الفري تيست. انت لو جيت تحلل يعني دي ثلاث اهم حاجات تحللها. الفري ده اللي جسمك بيستخدمه، تمام. التوتال ده توتال التستوستيرون اللي في الدم عندك، فاهمني. الاس اتش بي جي مهمته ان هو بيربط في الموليكيول بتاع التستوستيرون وبيخليه ما بيشتغلش من الاخر. فهو كل ما كان عندك عالي، كل ما انت جسمك مش بيستفيد من التستوستيرون اللي عندك، فاهمني. وفي طبعا حاجات زي البرولاكتين، اللي هو الهرمون بتاع اللبن، اللي حرفيا ده المسؤول عن الجاينيكوماستيا اللي عندك، او التثدي، او البزاز، ايا كان هتسميها ايه. فبغض النظر يعني، وهتقول لي يا زياد ماشي، انا لو رحت حللت دلوقتي وطلع مثلا الليفل بتاعي 450 او 500، ايه المشكله دلوقتي؟ ما اعتبر افريج. ماشي، بس ده الافريج. انت الافريج دلوقتي في العالم اللي احنا عايشين فيه ما هياش حاجه كويسه قوي انك تفخر بيها. لان انا عايزك تحط في دماغك الافريج، الانسان دلوقتي حياته عامله ازاي. بيصحى يقعد يسكرول على التيك توك والانستجرام، تمام، يقعد يقلب على الريلز، بيعمل فولو لبنات كتير على الانستجرام، ويقعد يعبد فيهم حرفيا، هم اصلا مش معبرينه يعني. الافرج دلوقتي ما هياش حاجه كويسه انك تبقى فيها، تمام. وخلي بالك ده الافرج من كل الاعمار، كل اللايف ستايلز، كل الفتنس ليفلز. فانت فعلا يعني الافرج بالنسبه لك المفروض ما يبقاش ده. هتقولي طب ثانيه، ايه الليفل كويس دلوقتي؟ بص، اغلب الناس بتقول، او كل الناس اللي كانوا فعلا دوروا على موضوع التستوستيرون بشكل معمق، واي دكتور هيسمعني دلوقتي هيبص لي كاني عندي 3 عيون، عشان هما بص اغلب الدكاتره دلوقتي حافظين بروتوكول معين وماشيين عليه. انما فعلا انك تلاقي دكتور فاهم هو بيتكلم عن ايه وكده صعبه شويه. الليفل كويس بنقول من 800 مثلا، بس انا بقول احسن حاجه فوق ال1000. لدرجه ان في شباب دلوقتي في العشرينات حرفيا، اللي هم بتلاقيه في نص العشرينات او اخر العشرينات، بيبدا ياخد تي ار تي، اللي هو التستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي. اللي هو حرفيا جسمه مش بيفرز تستوستيرون كفايه، فهو بدا ياخد تستوستيرون من بره، هرمونات يعني من الاخر. بس هو مش نفس الاسترويدز، يعني البادي بيلدرز بياخدوا جرعات كبيره جدا، يعني في الاسبوع بياخد 600 لحد 1000 مللي جرام تستوستيرون. دي بتوصله لحد ليفل من 5000، تمام. انا سمعت ارقام لحد 8000 كمان نانو جرام لكل ديسيليتر تستوستيرون. ده التوتال في جسمه، يعني هو حرفيا 100 ضعف ولا حاجه الراجل الافرج، ولا لا مش 100 ضعف، 10 اضعاف الراجل الافرج، انت متخيل؟ فده فرق كبير جدا. يعني الافرج اللي هو مثلا نقول الافرج 500، مع ان دلوقتي فيها اقل بكتير من 500، اقل بكتير. يعني انت لو 500 دلوقتي وعايش حياتك من غير ما تركز قوي انت بتعمل ايه، فانت تعتبر فحل يعني. انما يعني شوف البادي بيلدر اعلى منك ب10 مرات، فانت يعني صباح الفل يعني. المهم، التي ار تي بياخدوه ازاي؟ بياخدوا من 150 مللي جرام لحد 200 مللي جرام تستوستيرون في الاسبوع. فدي بتوصلهم لحد ليفل 1000 او 1500 كمان، تمام. طبعا بياخدوا 200، بيوصل ممكن كمان ل 2000 نانو جرام تستوستيرون في الدم عنده. والميزه في التي ار تي، يعني انا ما بقولكش روح خد تي ار تي ومش عارف ايه يعني، يستحسن برضو ان الحاجات دي تقدر
تفكر فيها في اواخر العشرينات او اول الثلاثينات او الاربعينات. لو انت فعلا الليفل او اللايف ستايل بتاعك كويس والفيتنس ليفل بتاعك كويس وكده، فكر في الحاجات دي مثلا متاخر شويه يعني. انت دلوقتي حاول تركز في الموضوع بشكل طبيعي اكتر. ماشي. فالمهم كنت بقول ايه؟ ايوه، بيوصل لليفل 2000 تمام. ومن ليفل 1000 لحد فوق انت فعلا بتلاحظ تغيير كبير، بتلاحظ تغيير في النفسيه، بتلاحظ تغيير في الجسم، في كل حاجه، حرفيا كل حاجه بتتغير تمام. لانك بتلاقي دلوقتي رجاله كتير انتحاريين، عندهم افكار انتحاريه وكارهين حياتهم ومش عارف ايه. كل ده تستوستيرون على فكره. هو ده تقريبا احسن انتي ديبريسنت موجود دلوقتي. يعني العيال اللي بتروح لدكاتره نفسيين بيتنصب عليهم وبيدفعوا فلوس، وبعدين بيروحوا ياخدوا انتي ديبريسنت، بتعمل لهم مشاكل تانية. المشاكل دي نفس شركة الأدوية اللي عمل الأنتي ديبريسنتس بتروح تبيع لهم دواء بيحل لهم المشاكل دي. فيعني احنا حرفيا قاعدين في ماركتنج سكيم، وقاعدين بيتجرب فينا تمام. بغض النظر يعني، زي ما قلت، في دراسة اتعملت على 2000 ولا 2010 ولا حتى 1900 ومش فاكر كام، بتقول ان الليفل افريج للبشر التستوستيرون بيقل حوالي 1% للسنة. كل سنة التستوستيرون بيقل 1%. بس الموضوع ده قدم شويه كبيره شويه. دلوقتي لقوا ان فعلا كل سنه بيقل من 2.5 لحد 5%. يعني انت متخيل؟ يعني بجد. والتستوستيرون مش بس ان هو مجرد هرمون بيساعدك في المهام الجسديه بتاعتك، وبيديك شكل ذكوري اكتر وبيطلع لك دقن ومش عارف ايه، بس هو كمان ليه علاقه بالسبيرم كاونت او عدد الحيوانات المنويه تمام. وكل ما التستوستيرون يقل، كل ما السبيرم كاونت يقل. هيجي واحد يقول لي يا اسطى بس انت لسه قايل تي ار تي ومش عارف ايه، ده بينهبت السيمن برودكشن ومش عارف ايه. مش السيمن، السبيرم كاونت برودكشن ومش عارف ايه. ايوه صح، بس في بادي بيلدرز كتير بياخدوا كورس ستيرويدز ومخلفين بالخمسه والسته والسبعه، فاهمني؟ وفي ناس فعلا الحمامات المنويه بتروح عندهم. بس في هرمون تاني مش فاكر كان اسمه ايه، اتش سي جي باين، ده بيحقنوه قبل ما يكونوا عايزين يخلفوا ب6 شهور مثلا، والسيمن برودكشن بيرجع، او السبرم كاونت سبرم بيرجع يتم افرازه تاني. وانا طبعا برضه انا لتاني مره انا ما بقولكش روح خد تي ار تي، لان غالبا اللي بيتفرج عليا عيال صغيره يعني من 15 لحد 18 سنه ولا حاجه. فالتي ار تي سيبك منه دلوقتي، يعني انت في حاجات اهم بكتير تعملها غير التي ار تي وهتحسن الموضوع يعني تمام. طبعا السبرم كاونت بيقل جدا. عشان كده بتلاقي، يعني انا بص بقول لك دلوقتي هتلاقي شباب كتير من جيلك دلوقتي، يعني بنقول بعد 10 سنين ولا حاجة هيعانوا في موضوع الخلفة ده. تلاقي مثلا 50% منهم مش عارفوا يخلفوا تمام، أو هيعانوا جدا في الموضوع. هيلجأوا بقى لطرق زي الحقن المجهري ومش عارف ايه والحاجات دي، فاهمني؟ المصيبة الأكبر بقى، أنا كنت كلمتك على البلاستيك وكده. والبلاستيك ايه مشكلته؟ إن هي يعني مش بس إنك بتمسكه ومش عارف ايه بيطلع زي جزيئات صغيرة جدا انت ما بتشوفهاش بعينك تمام. دي بتدخل من جلدك، او حتى انت بتستهلكها، سواء بتاكلها سواء بتدخل من الدم، سواء ايا كان الطريقة اللي هتدخل جسمك بيها، مش مهم دلوقتي. بس المايكرو بلاستكس دي لقوا انها موجودة in your balls، في الخصية حرفيا، او في الضمك، او ايا كان انت عايز تقولها ازاي. يعني انت متخيل؟ موجودة حرفيا، ولقوا فعلا في السائل المنوي تمام، موجود ليها تركيز. هتقول لي طب ثانيه، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل للموضوع ده، بس وتقريبا الوحيد اللي عمله، او الوحيد اللي فعلا جرب ان هو يعمل تحاليل ومش عارف ايه ويراقب التطور بتاع الموضوع ده، واحد اسمه براين جونسون. لو تعرفه، اللي هو بتاع اللي هو الراجل اللي عايز يعيش للابد، الراجل الغني اللي عمال يصرف فلوسه كلها في ان هو يحسن من صحته يعني وكده تمام. وفي دراسات كتير اتعملت على الموضوع ده. التستكلز حرفيا دلوقتي مليانه مايكرو بلاستكس، السائل المنوي مليان مايكرو بلاستكس. وهتقول لي ماشي، بس افرض واحد فعلا عنده مايكرو بلاستكس في السائل المنوي بتاعه وخلف عادي ومفيش حاجه حصلت. ايوه، بس انت لازم تفكر
في الجوده بتاعت الحيوان المنوي هتبقى عامله ازاي. تمام. ومش انت بس، كمان مراتك او كمان البنت نفسها جسمهم مليان مايكرو بلاستكس برضه. فالجنين اكيد مش هيطلع بني ادم صحي. تمام. هتلاقي ان العيال مع الوقت بدأ جسمهم يضعف، بدأ بقى عندهم مشاكل في الاورجنز المختلفة في جسمهم. فاهمني؟ فعشان كده يعني انا عايز اقول لك حاجة. فاكر انت في المدرسة زمان كنت بتلاقي العيال الكبار اللي هم في ثانوية بقى ومش عارف ايه، بتحس انهم رجالة كبيرة. بتلاقيه راجل كده كبير عنده عضلات في جسمه. ايه ده؟ عنده عضلات. تمام. لا مؤاخذة على الرسم. المهم بتلاقيه معضل بقى وعنده دقن وطويل. فاهمني؟ انما دلوقتي انت لما حتى في جيلك لو انت خلصت مدرسه وكده بتلاحظ ان الموضوع ده بيقل مع الوقت. يعني انتقل من ان الفصل كله كان كده، لحد خمسة في الفصل بقوا كده، لحد اتنين في الفصل بقوا كده، لحد تلاتة، لحد دلوقتي ما فيش. ما توقعش دلوقتي ان فيه. يعني انا لما اروح المدارس دلوقتي يعني شكلهم صغير. يعني فعلا انت ممكن تبص عليه تقول اه ده في مدرسة. قبل كده ما كانتش دي الحكاية. يعني كنت بتروح فعلا المدرسة وتقول ايه ده، ازاي ده في مدرسة؟ يعني مش فاهم ازاي. فاهمني؟ عشان كده احنا نعتبر في مصيبة، لان الرجالة بقوا اقل رجولة، والستات ما اعرفش بيحصل لهم ايه. واحنا حرفيا هنقطع في بعض بعد شوية. المهم نرجع لموضوعنا يعني. آه نرجع لموضوعنا. احنا بنتفشخ يا جدعان والله. المهم براين جونسون عمل ايه؟ جرب الساونا. تمام. لو ان احسن طريقه تعمل ديتوكس ليها الهيفي ميتالز، وكمان اللي هي المعادن التقيله كان في زي الفلورايد، يعتبر معدن تقيل لو ما تعرفش المفروض يعني، اللي هم بيحطوه في معجون السنان وانت بتقعد زي الحمار تغسل سنانك كل يوم ب... بالفلورايد اللي هو اصلا بيضرك وكده. يعني انا ما بغسلش سناني بمعجون سنان. بقالي سناني تعتبر كويسه ومش صفر. يعني مش عارف ايه، تعتبر بني ادم عادي. فاهمني؟ مش انما الفلورايد اللي انت بتستخدمه بيقول لك اه بيقوي السنان ومش عارف ايه. ماشي، بيخش لمخك وبيخليك اغبى. يعني حرفيا في دراسات اتعملت ان الفلورايد بيخليك اغبى. فاهمني؟ بغض النظر يعني. ده الافرج. عاد البلاستيك اللي موجود في التيشيو بتاعت التستيكلز يعني. براين جونسون عمل تجربة، قعد يدخل الساونا 20 دقيقة كل يوم بدرجة حرارة معينة. تمام. ولقى ان وصل لصفر. يعني ما عادش عنده مايكرو بلاستكس خالص. انت متخيل؟ فالساونا هي طريقة من الطرق اللي انت ممكن تجربها يعني. هتقول لي ماشي. طب انا افرض انا راضي بالحل اللي انا فيه دلوقتي ومش عايز اغير منه يعني. هتقول لي طب الموضوع سيء للدرجه دي؟ هقول لك اه الموضوع سيء جدا. ماشي. البلاستيك مشكلته ان فيه كيميكالز معينه. المشكله مش في البلاستيك نفسه، المشكله في الكيميكالز الموجوده في البلاستيك. ماشي. عندك اول حاجه اسمها الفاليت. تمام. ودي ليها انواع كتير، ليها ده وليها ده وليها ده، وفي تقريبا ثلاث او اربع صيغ تانية ليها. الاندوكراين ميكانيزم بتاعها او الطريقه اللي هي بتاثر على الاندوكراين سيستم او الجهاز او اللي هو الهرمونات بتاعتك بتفرز ازاي يعني. الفاليتس هايلي انتي اندروجينيك. يعني ثانيه عشان تشوف. انتي اندروجينيك يعني ايه؟ ببساطه ضد الاندروجينز او ضد التستوستيرون او ضد الهرمونات بتاعتك. فاهمني؟ فهي يعني بجد لو بتوصل لمرحله ان هي بتفشخ فيك يعني من الاخر. أه... اه لورنت تستوستيرون برودكشنز. الموضوع واضح. هي انتي اندروجينيك بتقلل التستوستيرون. أه حتى يعني عارف، هما دلوقتي بيسموا الحاجات دي استروجينكس. تمام. لانها بتميمك الاستروجين جوه جسمك. في اكلات معينه دلوقتي بتميمك الاستروجين جوه جسمك زي الصويا. والمشكله دلوقتي بتلاقي ناس حمير اقسم بالله بهايم. تمام. يطلع على الانستجرام ويبقى هو بودي بيلدر ومش عارف ايه، يطلع يقول لك لا الصويا عادي ومش وكل صويا براحتك وتأثيرها ضئيل جدا وراجل متخلف وناس حميرة ما بتفهمش حاجة. يطلع يقول لك كده هو أصلا قاعد اليوم كله يحقن في سترويدز. اليوم كله عمال يحقن في سترويدز.
هو مش همه هياكل صويا ولا لا، وتلاقيه اصلا ما بياكلش صويا، يعني حتى ولو هو ما بياكلش صويا، انما يقول لك انت يا فقير يا غلبان اللي بتتفرج عليه روح كل صويا عادي، عشان هو مش فارق له. يعني انت كمية الناس اللي انت بتتفرج عليهم اللي فعلا صحتك والويل بينج بتاعتك والحياة اللي انت عايشها انت مش فارق معاهم بحاجة غير ان هو يرضيك. انا لو طلعت دلوقتي قلت لك كلام كيوت، قلت لك اه لا التستوستيرون لو 300 و500 ومش عارف ايه انت تمام وجود بوي وجود جوي وقلت لك انت كده كويس وسليم، هتطلع تحبني طبعا. انما انا بما اني بكلمك بالطريقه الحقيقيه وقاعد بخوفك، فانت غالبا يعني اصلا تلاقيني اتشتمت دلوقتي في الكومنتات ولا حاجه، حد هيشوف الفيديو يعني. تمام. بغض النظر على الفاليتس، ندخل على المشكله التانية. بص بي بي اي، هتلاقي انت اكيد سمعت عن البي بي اي. لو جيت تشتري ازازه ميه ولا جيت تشتري حاجه بلاستيك هتلاقي مكتوب بي بي اي فري. وكلمه بي بي اي فري ده، او الكلمه دي، ده ايه بس الكلمه دي معناها ان المنتج اسوأ. يعني هما بيماركت بيعملوا، عارف عامل زي ايه؟ عامل زي فات فري او خالي من الدسم. اي حاجه خاليه من الدسم فهي اسوأ من اللي فيه ده فيها دسم، لان هو بيشيل لك الدسم وبيعمل ايه؟ بيقوم حاطط لك سكر. ماشي. عشان الحاجه لما يتشيل منها الدسم بيبقى طعمها مش حلو، فيحط لك سكر او يحط لك، الله اعلم بيحطوا ايه غير السكر يعني. لان الانجريدينتس اللي بتتكتب خلي بالك ما بيكتبوش فيها كل حاجه، كل حاجه بيتم استخدامها فعلا. فدي تعتبر اصلا حاجات الترا بروسيس، حاجات اللي هو فاهمني. الترا بروسيس يعني ايه؟ اللي هي حاجات مصنعه بشكل كبير يعني من الاخر. تمام. فاي حاجه بي بي اي فري دي كوب. ولا مش عارف يعني ايه كوب؟ كوب اللي هو انك تقعد تنكر الحقيقه وتقعد تخترع حاجات من دماغك ومش عارف ايه. وبيستخدموا حاجات مودرن، يعني فعلا بيشيل لك البي بي اي، وبيستخدموا حاجات تانية زي البي بي اس والبي بي اف. كل دي اسوأ اصلا من البي بي اي. يعني هو لو كان استخدم لك بي بي اي من البدايه ماشي ديل، استخدم البي بي اي. انما لا، هنستخدم لك ده احسن. طبعا انت هنا مش فاهم انا كاتب ايه، بس الفيش جنريشن تمام became infertile. إيه علاقه السمك انهم بقوا ما عندهمش حيوانات منويه او بقوا عقم من الاخر؟ في تجربه اتعملت، جابوا صندوق او زي حوض سمك، وعرضوهم لنسبة بي بي اي نفس تقريبا اللي بيتعرض لها البشر. تمام. لقوا ان الجنريشن من السمك، الجنريشن اللي بعده اغلبهم او مش فاكر كام بالظبط، هو 50% 70% او حتى كلهم، انا مش فاكر الصراحة، بس انا فاكر ان انا سمعت على الدراسة دي. لقوا ان السمك بقوا انفرتايل، ما عادوش بيخلفوا. انت متخيل؟ بسبب البي بي اي. ده غير بقى المركبات الجديدة اللي احنا ما نعرفش بتعمل ايه. تخيل. ودي مصيبة. في حاجة تانية طبعا تجربة اتعملت على الضفادع. سيبك من حوار بقوا انفرتايل وما بقوش بيخلفوا، الضفادع اتحولوا بقوا فيميل، من ميل بقوا فيميل. يعني هما كانوا ضفادع ذكور بقوا نتي، انت متخيل؟ بقوا بيطلعوا بيض، بقوا بيبيضوا بجد يعني أنا مش فاهم ازاي. الحاجات دي بجد يعني مش عارف اقول ايه الصراحه. في حاجه تانية في البلاستيك اسمها الفوريفر كيميكالز او البي اف ايز. عارف الكاتنج بورد اللي انت بتستخدمه اللي بيبقى بلاستيك وكده؟ كل ما تيجي تستخدمه حرفيا انت من حتى لو ما شفتش، يعني بتلاقي فيديوهات دلوقتي بيجيب لك الكاتنج بورد بلاستيك ويقعد يفشخ فيه بالسكينه، يقول لك ايه انت بتستخدم البلاستيك ده كله بيدخل جسمك. ايوه بيدخل جسمك، بس ده اللي انت شايفه. انت في مصايب انت مش شايفها، لان البلاستيك زي شيء صغير قوي، المايكرو بلاستكس حاجه صغيره انت ما بتشوفهاش. وطبعا انت تقول لي ماشي القلم اللي انت ماسكه بلاستيك، اه طبعا، والقلم ده برضه بلاستيك، واللابتوب فيه بلاستيك، والريموت التكييف فيه، كل حاجه فيها، والمايك والتيشيرت ماشي، كل حاجه بلاستيك دلوقتي. فانا مش عارف اعمل ايه الصراحه، فاهمني؟ بس بغض النظر خلينا نكمل. بتلاقيها فين؟ بتلاقيها في الحاجات الووتر بروف. تمام. الحاجات اللي هي بيبقى في طبقات ووتر بروف وكده فيها فور ايفر كيميكالز. تمام. يعني لو جبت جاكيت
وكان ووتر بروف اعرف ان هو مليان فوريفر كيميكالز. الجريس ريزيستنت للبلاستيك اللي هو البلاستيك باكجينج بيبقى ريزيستنت للدهون، ده بيبقى فيه فوريفر كيميكالز، واصلا ده غير ان هو بلاستيك. فانت بص، انت ما تركزش قوي في المصطلحات اللي هو بي بي اي بي اف ايز وفاليتس ومش عارف ايه، ركز اكتر انك تبعد اصلا على الحاجات اللي فيها بلاستيك. وهي يعني بيقول لك قاعده اسمها 20% بتديك 80%، ايه ده 80% من النتيجه. ازاي تعمل ايه الحاجه اللي هتعملها لو عملت 20% بس وادتك نتيجه تديك فرق 80% في حياتك في الحاجه دي؟ اللي انا اقدر افكر فيه دلوقتي انك تبعد عن البلاستيك ووتر بوتلز او الازايز البلاستيك. يعني شوف، انا بشرب من ازاز، او بلاش الستانلس برضو، اللي هي ازايز الستانلس اللي طالعه ترند دلوقتي، عشان بيستخدموا خامه رديئه جدا من الستيل، وبيدخل في الميه او الاكل اللي انت بتستخدمه، فبلاش يعني. ماشي. الميه البلاستيك الا لو انت مثلا خارج بره وعطشان ومش عارف ايه، ممكن، تمام. انما لو انت في البيت ولسه بتشرب من الحاجات دي، فمش فاهم اقول لك ايه الصراحه. تقدر تجيب فلتر، هات فلتر ميه اللي هو بيبقى 7 مراحل، تمام، وتاكد ان هو ار او ريفرس اوسموسيس، تمام. فابعد عن الميه البلاستيك اللي هي بتبقى متركبه لان انت مش المصيبه انها محطوطه في البلاستيك، المصيبه البروسيس كله. يعني تخيل من ساعه ما الميه دي اتحطت في الازازه واتعرضت للشمس، واحنا عارفين طبعا واحنا متاكدين انها بتبقى متعرضه للشمس والحراره بقى بتطلع بلاستيك اكتر في الميه. وانا مش فاكر الرقم قوي، بس رقم كبير جدا. يعني كل ازازه بتدخلك رقم مايكرو بلاستكس كبير جدا لجسمك، وكل ده طبعا بيروح للخصيه ومش عارف ايه. مش مستاهله الصراحه يعني، بجد. تاني حاجه تقدر تتجنبها هتديك نتيجه كبيره. طبعا اغلب اللبس دلوقتي، انت لو رحت اي محل او اي لوكال براند هتشتري منها، هتلاقي بيستخدم لك خامه رديئه اسمها بوليستر. وعشان يفخم لك من الموضوع ده يقول لك بوليستر هاي كواليتي. البوليستر ده بيتعمل من ازايز الميه الريسايكلد. انت متخيل؟ يعني بيجيب ازايز ميه قديمه. انا شفت فيديو اقسم بالله اتصدمت، ازايز ميه قديمه بيعملوا بروسيس معين بيها، فيطلع لك قماش اللي هو البوليستر. وطبعا في غير البوليستر في بولي ايثيين ولا اي حاجه بلاستيك، يعني ما تلبسش حرفيا غير قطن وول اللي هو الصوف. ما تتوقعش اصلا انك هتلاقي صوف دلوقتي، فالبس قطن بس، يعني رايح دماغك. في حرير بس سلك، بس في شبهات وما اعرفش بس البس قطن يعني خلاص، فاهمني. انك تبعد عن الازاز البلاستيك، وانك تبعد عن اللبس البلاستيك. احسن حاجه كمان ممكن تعملها انك برضو تبطل تحط فريجرنس او برفيومز او مش عارف ايه. برفيومز برضو ابعد عنها، لانها اندوكراين ديستربتور. انا حرفيا لو قعدت اعدد لك كميه الحاجات اللي بتفشخ الاندوكراين سيستم بتاعك، انا مش يعني ممكن اقعد في الفيديو 5 ساعات ولا حاجه، فانا مش هعمل كده طبعا. بس انا بقول اي حاجه بتخطر في دماغي دلوقتي. ابعد عن حاجات البلاستيك بالذات لو تتعرض لحراره. ابعد عن البرفيومز لانها اندوكراين ديستربتور. ابعد عن الريسيتس، دي حاجه انا ما قلتهاش في الفيديو. في مشكله برضو في الريسيتس او الفاتوره. الفاتوره، عارف لما تروح تشتري مثلا حاجه من السوبر ماركت تقوم مديك ورقه بيضه كده، ده الفاتوره، تمام. الفاتوره دي بقى حرفيا في مركز فيها البي بي اي بشكل اكتر بكتير من اللي اتعمل في حوض السمك اللي انا قلت لك عليه. وعارف بيزيد اكتر لو حطيت الهاند سانيتايزر او المعقم بتاع الايد. بتلاقي الناس اللي شغالين في الكاشير او كذا بيستخدموا المعقم الايد ده كتير، وفي نفس الوقت بيمسكوا ريسيت، والريسيت ده بيدخل من الجلد حرفيا، بيدخل على الدم على طول، فاهمني. فانت حرفيا يعني يا جدعان، أنا مش فاهم بجد والله، احنا بنفشخ نفسنا الايام دي. الفوريفر كيميكالز كمان موجوده في عارف لما تروح تشتري اكل من بره وكده ويلف لك الاكل بحاجه معينه، موجود فيها.
البرجر لما تروح تشتريه وتلاقيه ملفوف لك بكيس كده شكله حلو، موجود فيه فور ايفر كيميكالز. التيك اوت كونتينرز اللي هي الكونتينرز اللي بتحط فيها الاكل، موجود فيها فور ايفر كيميكالز، وبتفشخ لك التستيرون وتفشخ لك جسمك والله اعلم بتعمل ايه تاني، بس دي الحاجات اللي احنا عارفينها لحد دلوقتي. ماشي. سيبنا بقى من التروما اللي انا عملتها لك، وندخل في حاجه تانية، حاجه لها علاقه بالاكل. ماشي. فكره التستوستيرون، انت طبعا اغلب النصائح اللي بتسمعها لو شفت فيديو تقليدي عن التستوستيرون على اليوتيوب، بالذات لو فيديو عربي وكده او حتى اجنبي والله، هيقول لك نام كويس، كل اكل صحي، ما مش عارف ما تعملش ايه حاجات عبيطه وعارف يعني في نوع اوسخ دلوقتي اللي يبيع لك مكمل ولا يبيع لك مفيش مكمل هيزود لك التستوستيرون بتاعك، مفيش، خدها حطها حلقه في ودنك، مفيش مكمل هيفيدك. كل الناس اللي بتبيع لك الحاجات دي بتبيع لك الحلم، انما المكمل حرفيا يعني انت لو في حاجات اهم بكتير تعملها، الا لو انت اللايف ستايل بتاعك خرا قوي، فالمكمل ممكن يديك نتيجه قليله قوي ومش هتلاحظها يعني، وغالبا هيبقى بلاسيبو افكت. انا من الناس اللي بقول بلاسيبو افكت، لو في بلاسيبو افكت يعني حاجه بتشتغل، بس في الفكره دي مفيش يعني ما هيقول لك روح خد زنك وروح خد مش عارف ايه. المشكله في الزنك لو انت خدته، في حاجه اسمها الزنك والكوبر ريشيو، يعني في بينهم زي كيمياء معينه، او في بينهم يعني الاثنين بيشتغلوا مع بعض من الاخر. انت لما تروح زي الحمار تاخد لي زنك ويقول لك خد 50 مللي جرام زنك يوميا، وانت الكوبر بتاعك قليل، لان الاكل دلوقتي نادرا جدا لما تلاقي اكل يديك كوبر كويس، مفيش الا الكبده مثلا والقلب والاورجن ميتس يعني بشكل عام، انما غير كده مفيش حرفيا حاجه تديك كوبر كويس، الا لو انت خدت مكمل او لو شربت من ازايز نحاس. الكوبر هو النحاس، انا نسيت اقول، الا لو خدت ازايز نحاس وشربت منها ومش عارف ايه، ممكن فعلا الكوبر يزيد عندك. غير كده لا، حرفيا الريشيو بيتفشخ، فدي بتعمل مشاكل في جسمك اكتر من اللي عندك، فلا، ريسك مش مستاهل. الاكل مهم تمام. انت لو كنت في السبيس بتاعت الفتنس وكده، فانت اكيد كنت بتتفرج على بودي بيلدرز وكده، والبودي بيلدرز دايما بيعملوا بوشنج لدايت معين، اللي هو هتلاقي اغلب البودي بيلدرز بياكلوا ايه. هستناك ترد. اكيد انت قلت رز وفراخ، تمام. بياكلوا رز وفراخ كل يوم، رز وفراخ كل يوم، تمام. دي مش اكتر حاجه اوبتيمال انك تعملها، ماشي، علشان نسبه الفاتس بتبقى قليله جدا، تمام. نسبه الفاتس بتبقى قليله جدا، الكوليسترول بيبقى قليل جدا، فدي بتعمل مشاكل اكتر بكتير على ليفل التستوستيرون بتاعك من تقريبا كل الحاجات اللي انا قلتها دي. انت فعلا يعني، اصل بص انا اقول لك حاجه، البودي بيلدر هو بياكل كده ليه؟ لان هو ده اللي محتاجه، هو محتاج كارب عشان التمرين، عشان يعرف يبقى عنده طاقه يتمرن، فالرز بيديله الموضوع ده، ومحتاج بروتين عشان يبني عضلات، فالفراخ اكتر حاجه فيها بروتين ممكن يستهلكها، ماشي. ما اتوقعش ان في اصلا نوع لحوم فيه بروتين اكتر من الفراخ، ولا ممكن يبقى فيها مش عارف، او صدر الفراخ يعني التشيكن بريست بشكل خاص، ما اتوقعش ان فيه. حتى اللحمه يعني فيها نسبه دهون اعلى وكده، فهم بيختاروا ان هم ياخدوا اكل اكتر مقابل سعرات اقل، ودي عقليه متخلفه الصراحه، يعني انت كل اقل احسن لك بكتير. بس بغض النظر، المشكله في اللو فاتس دايت او لو فات دايت، انها بالذات لو اقل من 20%، 20% او اقل، او حتى يعني مش عارف، بس هما النسبه غالبا تبقى 20%، انها تبقى قليله جدا، الدهون الكوليسترول بيبقى قليل جدا، والكوليسترول هو اصلا اللي بيعمل التستوستيرون، يعني انت من غير الكوليسترول مش هتعرف تعمل تستوستيرون، انت فاهم الفكره؟ فانت كده التستوستيرون برودكشن عندك بيبقى قليل، وتلاقيهم دايما بيركزوا اكتر على البروتين انتيك في مقابل الكوليسترول، وحتى دلوقتي بيخوفك من الكوليسترول. طبعا في كوليسترول ضار وجيد ومش عارف ال دي ال و اتش دي ال، فاهمني، انا عارف ان في الاثنين. فانت استهلك الكوليسترول كويس. الكوليسترول كويس تجيبه منين؟
ماشي. عندك البيف تالو او الدهن اللي بتلاقيه في اللحمه بتاعت البقر وكده، في ناس بتجيبه وتسيحه وتستخدمه في الاكل، عندك ده استخدمه. ونفس الكلام مع الدهن بتاع الخروف، ما فرقتش قوي. نفس الكلام في السمنه والزبده. طبعا اهم حاجه المنتجات دي كلها تبقى طبيعيه وكده، ما تبقاش متضاف عليها زيوت نباتيه، لان الزيوت النباتيه او السيد اويلز وكده، دي اكتر حاجه انت ممكن يعني لو استخدمتها فعلا هتعمل لك مشاكل في جسمك كتير. وبالذات ان احنا في الصيف، في ناس بتلاحظ انها اول ما تطلع في الشمس او لو راحت بحر وكده بتتحرق، جلدها بيتحرق. تمام. هو الموضوع ده ليه سببين. السبب الاول بالنسبه لي اللي انا شايفه ان هما بيستخدموا سيد اويلز كتير، او بياكلوا اكل خرا كتير من الاخر، مش سيد اويلز بس. فالانفلاميشن في جسمهم بيبقى عالي. ماشي. عكس مثلا لو انت بتاكل اكل صحي وبتاكل ساتوريتد فاتس زي البيف تالو واللام تالو والزبده والسمنه ومش عارف ايه، فدي حرفيا بتحمي جلدك. ماشي. فبيعمل لك السيد اويلز بتعمل لك تستوستيرون قليل، بتعمل لك انفلاميشن، سان بيرنز، بتوقع شعرك وبتعمل لك ضعف جنسي من الاخر. ماشي. فدي حاجات لازم تاخد بالك منها. والحاجه اللي انا ارشحها يعني انك تخلي الفاتس في الدايت بتاعك فوق ال 40% او فوق حتى ال 50%. في فيديوهات انا سمعتها لناس كانوا بيتكلموا في الموضوع ده، حتى رجحوا النسبه لحد 60% من الدايت يبقى دهون صحيه. انت متخيل؟ لان التستوستيرون بيتعمل كده حرفيا من الدهون. الاكل زمان كان كله دهون. طبعا قبل ما السيد اويلز تطلع والزيوت النباتيه تطلع ومش عارف ايه، كان هو ده الاكل اللي الناس بتاكله. هتقول لي طب انا اكل ايه دلوقتي؟ انا متحير. عندك بيف، اللحمه العاديه ايه ده، اللحمه العاديه اللي احنا بنشتريها. تمام. بالذات لو فيها دهن كويس، نسبه دهون كويسه. حتى لو هتجيبها مفرومه وكده، لو فيها نسبه دهون كويسه قشطه ماشي شغال. عندك البيض، بالذات صفار البيض. يعني في حمير دلوقتي، للاسف واحد صاحبي منهم متضايق منه الفتره دي، بيرمي صفار البيض زي البادي بيلدرز. حرفيا البادي بيلدرز بيعملوا كده، بيرمي صفار البيض يعني تقريبا الجزء المهم اللي في البيض اصلا. يعني انا بوصل لمرحله ان انا البيض مش عايزه، انا بستخدم الصفار. انت متخيل؟ هي دي مشكله. فانت لو هتاكل البيض حاول تخلي الاولويه للصفار. فاهمني؟ الاولويه دايما للصفار. رز ماشي، بطاطس ماشي، الحاجات اللي هي اللي تبان انها صحيه. تمام. ممكن تاكل فراخ، بس الفراخ ما فيهاش دهون قوي. تمام. وحتى انا سمعت حاجه ان الدهون بتاعت الفراخ بتعمل انفلاميشن في الجسم. بالذات ان احنا لو جينا نتكلم، انا سيبك من نظام الطيبات بقى ومش عارف ايه، لو جينا نتكلم بشكل واقعي شويه هنلاقي ان بشكل واسع شويه البقره بتتعامل بشكل احسن بكتير من الفرخه. يعني الفرخه الكتكوت بيتولد او بيطلع من البيضه، يفضل عايش اسبوعين ولا حاجه ولا شهر ولا اقل كمان ويتذبح. تمام. ما بيشوفش الشمس حتى. فانت يو ار وات يو ايت. لو الفرخه دي ما كانتش عايشه حياه كويسه، فانت غالبا جسمها مش هيبقى كويس، فانت هتاكل الاكل اللي مش كويس، هتبقى مش كويس انت كمان. انما البقره بشكل عام بتتعامل معامله احسن بكتير. عشان كده انت حاول تخلي الاكل غالبا يبقى لحوم حمراء. تمام. وشويه كربوهيدرات والفواكه طبعا. الخضار اللي هي حاجات زي الجرجير واللي هي الحاجات اللي بتبقى خضراء وورق وكده، ما انصحكش تستخدمها. وهتكلم في فيديو تاني ليه يعني وكده. لان بيبقى مليانه انتي نيوترينتس ومليانه ديفense ميكانيزم كيميكالز ومش عارف ايه. هدخل في الموضوع ده اكتر بعدين، بس دلوقتي انا هنتكلم بس على اخر حاجه ومش هطول فيها، الاتريزين. تمام. الاتريزين لقوا ان هما بيرشوا الحاجات دي على الخضار والفاكهه وكده. الاتريزين بيفشخ التستوستيرون. والاتريزين عملوا تجربه على فروجز، على ضفادع. جابوا ضفادع ميل اللي هما ذكور. ماشي. عايز تخيل ايه اللي حصل؟ طاق. يعني الكرة في ملعبك دلوقتي تقول لي ما خلفوش. الضفادع ما خلفتش؟ لا. الضفادع
بقوا شواذ، تمام، وبقوا فيميل، بقوا بيطلعوا بيض. انت متخيل؟ الفضاء بقوا شواذ وبيطلعوا بيض. يعني انت حرفيا 50% شاذ دلوقتي. انا ما اتوقعش الاتريزين، مش عارف هل الاتريزين بيستخدموه في مصر ولا لا، بس انا كتبت للتشات جي بي تي فعلا بقوا بيستخدموه، او هما بيستخدموه. فانا ما اعرفش انت ممكن تتجنب الموضوع ده ازاي. فانت لو هتاكل خضار وفاكهه، طبعا حاجه بس لو ما تعرفش، الخيار والطماطم يعتبروا فاكهه، ما يعتبروش خضار، لانهم فيهم بذر وحاجات كده، وهم يعتبروا فاكهه. فاحسن حاجه ممكن تعملها انك ما تاكلش القشر، عشان تتجنب البيستيسايدز كلها والاتريزين ومش عارف ايه. لان ده اندوكراين ديستربتور، ده بيأثر على الهرمونال سيستم بتاعك كله. الاندوكراين سيستم بتاعك كله بيتأثر بالموضوع ده، مش بس التستوستيرون، لان احنا عايزين تستوستيرون اعلى ومش عارف ايه. هو بيأثر على كل حاجه في جسمك حرفيا، تمام. وممكن تعمل ريسيرش اكتر عليه. انا لسه في البروسيس ده ان انا اتعرف اكتر على الافريزين وكده، بس حبيت بس اذكره. ودي كل حاجه النهارده. اتمنى انك تكون استفدت، ومش عايز بس كومنتات غبيه وناس بهايمه يدخلوا يتكلموا مش عارف ايه. لو عايز تاخد المعلومه خدها، مش عايز براحتك يعني. محدش قال لك تتفرج على الفيديو من الاخر. متوقعش اصلا ان حد وصل للمرحله دي. المهم، يلا سلام.